قال أنت أخي وبسيي ووارثي لحمك من ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عذابي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العظام وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منغبة من المناقب يحضر حق الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم ونام شبوبانهم فأودع قلوبهم أهواتا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهم فأذبت على عذابته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاسقين والمارغين ولما غدا نعما وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مخته مجتمعة على قطيعة رحم وإخصاء ولد إلا القليل ممن وفى لراية الحق فيهم فقتل من قتل وسمي من سمي وأقصي وجرى الغباء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعدا وهو العزيز الحكيم وعلى الأصائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندم النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويبج الزاجون ويهج العاجون أين الحسن أين الحسن أين أبناء صالح
بعد صادق وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة العالية؟ أين المعد لقتل الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة العمد والعباد؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتغير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين مهم عالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين عالم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين أوسط فروع الغي والشقاق؟ أين تامس آثار الغيظ والأحواق؟ أين قاطع وبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيت العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد؟ حمد باخم. أين معز ومضل؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل السلام والرضا؟ أين الطالب بذهول الأنبياء الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق والبر والتقوى؟ أين ابن نبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الكبرى وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوفاء والحمار. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، اینجا داره ریشه و اصل امام زمان رو برای ما معرفی می کند. یا ابن السادة المقربین، یا ابن النجباء الاکرمین، یا ابن الهداة المهديين، یا ابن الخيرة المحظبين، یا ابن الغطارفة الأنجبين، یا ابن العطائب المتخرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن الغماغمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضية، يا ابن الشهب الطاغبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات،
يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن الطه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ذنوبا واخترابا من العلی الاعلی. حالا که امام زمان تو شناختی با اصل و نسبت، حالا دنبال گم شدت بگرد. لیت شعری این استقرت بکن نبا بل ای ارض تقلک مثلا ابی رضوا او غیرها امزی تبا. عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك اسیسا ولا نجوا. عزیز علی ان تعید بك دونی البلوا ولا ینالک منی زجیج ولا شکوا. بنفسی من مغیب لم یخلو منا بنفسی من نازغ ما نزح عنا بنفسی امنیت شائقی تمنا من مؤمن و مؤمنة ذكرا فأنا بنفسی من عميل عز لا يسام بنفسی من أسيل مجد لا يجارى بنفسی من تراد نعم لا طغاها بنفسی من نصیف شرف لا یسانیم. کی میخوای از سفر برگردیم؟ الی متی حار فیک یا مولای و الی متی و ای خطاب اصف فیک و ای نجوا. عزیز علی ان اجاب دونک و اناقا عزیز علی ان انجیک و یخذلک الورا. عزیز علی ان یجری علیک دونهم ماجدا. هل من معین فاطیل معه العویل والبکا. هل من جزوم فأساعد جزره اذا خلا. هل غدیت عین فساعدتها عینی علی الغدا. هل الیک اینجا دنبال آدرس میگرده، میگه یبن الحسن یا آدرسی هم به من بده مثل پسر مهزیار ما هم توفیق پیدا کنیم محضرت برسیم. هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. هل يتصل يومنا منك بغده فنعزى. متى نرد مناهلك الربية فنروى. متى ننتقئ من عذب مائك فقد طال الصدى. متى نغاديك ونرابعك فنغر عينا. متى ترانا ونراك وقد مشارت ضواء النسل ترى ترانا. نعف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا. وأذقت عداك حضانا وإقابا. وأبرت العتاد وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتززت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعجي عندك العدوى. وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين. عبيدك المبتلى وآله سيده يا شديد الغضب. وأزل عنه بالعصا والجواب وبرد قليله يا من على العرش استوى.
ومن إليه الرجعا والمنتهى. از اینجا به بعد داریم خودمون رو معرفی میکنیم و حاجاتمون را به خدا عرض میکنیم. اللهم و نحن عبیدک التائبون الى ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنین منا اماما. حالا خدا از ما میخواد حاجاتتون چیه؟ بگو حاجت تو برآورده کنم. اولین خواستمون اینه فبلغه منا تحیة و سلاما و زدنا بذلك یا رب اکراما واجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما واتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأتمم وأكسل وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم بالحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة وأدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تعدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك وسنا من عوز جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.